شريك حياتك دايما بيشتكي إنك مش بتسمعه أو بتنسى تعمل الحاجات اللي طلبها منك، بيفتكر إن ده إهمال أو إنك ما بقتش تحبه زي زمان، والمشاكل بتكبر من هنا. بس الحقيقة إن مخ مريض ال ADHD عنده مشكلة في الذاكرة العاملة ملهاش علاقة بالمشاعر. المعلومة بتدخل وتطير فوراً لو ما كتبتهاش، والسرحان بيحصل غصب عنك مهما كنت مهتم. وأحياناً بندخل في حالة فرط تركيز تخلينا نفصل عن العالم كله، حتى عن أقرب الناس لينا. إزاي نحل اللغز ده في علاقاتنا ونحمي بيوتنا؟ أولاً المصارحة. اشرح لشريكك إن النسيان عرض عصبي مش تقصير ولا قلة اهتمام منك. ثانياً استخدموا القوائم المرئية. اكتبوا الطلبات على التلاجة لأن الكلام الشفوي بيتبخر بسهولة. ثالثاً قسموا المسؤوليات حسب نقاط القوة. خليكم فريق بيكمل بعض مش خصوم. سيب له التنظيم ودفع الفواتير، وخد انت المهام اللي فيها حركة، إبداع وطاقة عالية. بطلوا تدخلوا في دور الأب والابن، خليكم شركاء بيسندوا بعض برحمة. الحب موجود وقوي، بس محتاج طريقة تواصل جديدة تناسب طبيعتك وتحفظ ودكم دايما.